السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم غادي نحضر معكم معشوقة الجماهير رشبونط اولا حلوة الكوك اولا كريات الثلج اللي كنعشقوها كاملين، وكتكون ضروري حاضرة فوق الطبلة ديال العيد. تبعوا معايا الفيديو للاخر باش تعرفوا على الاسرار وكذلك المقادير مضبوطة باش تحضروها وتجيكم رائعة جدا. ودابا نبداو على بركة الله. فكناخدو في إناء كنوضعو 4 حبات من البيض، يكونوا من الحجم الكبير أو لا متوسط، كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. فلا درتو حجم صغير فمن الأحسن ديروا 5 حبات. أهم حاجة أنهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ بحال راكم ديروا كيك. فكنزيد نضيف عليه 250 غرام من السكر. هاد الكاس عندي اللي السعه ديالو 200 مليلتر، هنايا وزن لي 180 غرام. يعني انايا دائما كنقص الكميه ديال السكر، فالمقادير مضبوطه هي 250 غرام بالضبط. المقادير غادي تلقاوها في الوصف باش يكون كل شيء واضح. فكتشوفوا معايا انا زدت ساشي واحد من نكهه زهره البرتقال، الا ما كانش عندكم توفر فكتعوضوه بالفانيلا، وكذلك رشه خفيفه من الملح. ودابا غادي نبدا نطرب الكل جيدا. كما يمكن لكم تستعملوا اليد ديالكم، غير هو راه غادي ياخذ لكم شويه ديال الجهد، لانه خص البيض يطرب مزيان مزيان حتى اللون ديالو يولي فاتح بهذا الشكل هذا. فيمكن لكم ديروه في الطراب الكهربائي مولينكس ديال العصير، وتطربوه مزيان مزيان حتى يولي بهذا الشكل. يعني ماشي ضروري حتى يولي اللون ديالو ابيض، غير هو يولي لونه فاتح. فكنزيدو نضيفو 250 مليلتر من الزيت، يعني ربع لتر من الزيت بالضبط. فهاد الكاس راه فيه 150 مليلتر، فانا غادي نبدا نفرغو غير بشويه بشويه مع الخلط المستمر. وعاد غادي نزيد نضيف عليه كذلك 100 مليلتر اخرى. يعني غادي تحتاجوا كاس ديال العنبه وكذلك كاس عنبه الا ثلث. فانا غادي نخلي لكم كما قلنا المقادير مضبوطه في الوصف باش يكون كل شيء واضح. فانا غادي نزيد نضيف الزيت الكميه اللي بقات ليا ديال 100 مليلتر. هذا الكاس عندي عريض داكشي راه ما كيتبانش فيه 100 ملي، فغادي نفرغو كامل وانا كنطرب في نفس الوقت. يعني السر باش ينجح معكم الحلوه ديال الكوك هو كتضيفوا الزيت غير بشويه بشويه، وكذلك كتطربوا البيض مزيان مزيان، حتى الا ما طربتوش مزيان راه ما غاديش تنجح معكم الوصفه. فكنزيدو نضيفو 100 مليلتر من ماء الزهر اولا ماء زهر بكاس حياتي. صراحه انا الوالده ديالي اعطتني الوصفه هكا، يعني بهذا الكاس ديال حياتي، فانايا كنبغي نطبقها كما عطاتها لي، يعني ما كنبغيش نبدل الكاس وهذا. فانتوما الا بغيتو ديروا بالكاس العنبه فكديروا كاس الا ثلث، يعني 100 ملي. انايا عبرتها معكم باش نكون متاكده من المقادير. فكنزيد نضيف كذلك هنا ملعقه صغيره من قشور الحامض، فالا كان عندكم جديد حتى هو ضيفوه راه كيعطي واحد النكهه رائعه. وكنزيد نضيف كذلك بكاس حياتي كميه من الكوك. الا ما عندكمش كما قلت لكم كديروا كاس مع مرش من كوك بكاس العنبه. وكنزيدو نضيفو كذلك بكاس حياتي النشا، راه كيعطي واحد الهشاشه وكذلك واحد الليونه رائعه للحلوه ديالكم. دائما المايزينا اولا النشا خص ضروري يكون عندكم في البيوت، لانه الحلويات اولا الكيك كتضيفوه عليهم كيعطيهم واحد الهشاشه وواحد الخفه كتجي رائعه. فانا غادي نخلط الكل جيدا بالطراب اليدوي، وغادي نزيد نضيفو في الاخير الدقيق وكذلك خميره الحلويات. فالكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الحجم ديال البيض ديالكم. يعني الدقيق راني ما حسباتوش، كنضيف كميه صغيره منه، وكنزيد نضيف عليه ساشي واحد من خميره الحلويات راه كافيه، راه غادي تضاعف لكم الحجم ديال الحبيبات ديالكم. فكنغربلوه مباشره بهذا الشكل هذا، وغادي ندوزو باش نخلطوه مزيان مزيان. وكنبداو نضيفو الدقيق غير بشويه بشويه، وحنا كنخلطو بالطراب اليدوي حتى كتحسوه بدا كيتقل لكم وما قديتوش تكملوا تخلطوا به. فغادي تحيدوه وغادي تبقاو تزيدو تضيفوا الدقيق وانتم تخلطوا بيدكم. غير تخلطوا بلا ما تعجنوا ما والو. حاولوا انكم تاخذوا الحذر هنايا، ما تقصحوش العجينه ديالكم، خليوها مرخوفه
واحد شويه. فنصيحه للمبتدئات، الا شفتوا الحلوه ديالكم مرخوفه بزاف وخفتوا تضيع لكم في الفران، فغادي تشعلوا الفران ديالكم وديروا فيه واحد الحبه ديال الحلوه، اي حبه ولا زوج اللي بغيتو، وغادي تاكدوا باللي الحلوه ديالكم راها ناجحه 100%. وصافي غادي تكملوا باقي الحلوه ديالكم. فإلا لقيتوا الحلوه ديالكم ساحت لكم في الفران وهي كطيب، فغادي ترجعوا للكميه اللي بقات لكم من الحلوه، وغادي تزيدوا لها شويه ديال الدقيق، وعاد غادي تبداو تشكلوها. فكنبدا هنايا في تشكيل الحلوه ديالي. فالصني ماشي ضروري تكون مفرشه بورق الزبده، انا عي كنديرها وصافي باش ما يتوسخ لياش الصني وصافي. كديروا الصني ديالكم عادي، ما ترشوه لا بزيت لا حتى شي حاجه، خلوه ناشف. بزاف ديال الاخوان كيسولوني في فيسبوك واش ندير ورق الزبده اولا ما نديرش. فبلا ما ديروه ما والو، كتشكلوا الحبيبات ديالكم كيما بغات خاطركم، صغيورين اولا متوسطين اولا كبار. تقدوا ماشي ضروري ديروا وحده مع وحده، تقدوا ديروا عي وحده فقط. فكتدخلوهم الفران يكون سخن قبل النار تكون متوسطه، يعني ما يكونش سخون الفران بزاف، يكون سخون غير شويه. وكتدخلوهم يطيبوا على نار تكون متوسطه حتى كي تحسوهم ضعف الحجم ديالهم. وصافي كتشوفوهم تمسوهم وتشوفوهم الى نشفوا، كتشوفوهم من التحت الى تحمروا لكم شويه، خداو داك اللون الذهبي، فكتنزلوهم لتحت كيتشمعوا فقط، يعني غير ينشفوا غير شويه، يعني ما تخليهمش حتى يذهب اللون ديالهم، لانه ديجا غادي نفندوهم في الكوك، فاللون ديالهم لا داعي باش نبقاو نضيعوا عليهم البوطه. فغادي ندوزو ان شاء الله باش نزينوهم. ما نكذبش عليكم البنات، انا حتى قربت نكمل، بقاو لي غير 2 حبات. عاد تفكرت راه خصني نصور ونوريكم الطريقه، واخا رانا كاملين كنعرفوا الطريقه كيف دايره. فكناخذوا كميه من يعني قرعه كامله، انا هنايا خدات لي قرعه كامله ديال الكونفيتور ديال المشماش من هذاك الجاري اللي الثمن ديالو 10 دراهم. كنفرغوا الحبيبات ديالنا وكنلصقوا وحده مع وحده، وكنزولوا هذاك الزائد ديال الكونفيتور، ما تخليوهش فيه باش ما يجيكمش معجن في الحبات ديالكم. فمباشره غادي ندوز باش نفندهم في الكوك. فالكوك راه ما خداناش بزاف الكميه، يعني تقريبا 250 غرام. من الأحسن يكون شي واحد يعاونكم باش ما توسخوش يديكم هنا مع هنا. شوفوا هنايا الكوك راه كاع تخلط مع الكونفيتور، فماشي مشكل. فانايا غادي نمشي نغسل يديا وعاد غادي نرجع باش نكمل نفند هاد الحبيبات. حلوة رائعة بامتياز، رقم 1 صراحة، هي اللي كنديرها كل عام، ضروري ما نحضرها واخا نكون عيانة ولا يكون اللي فيا يكون، مهم خصني ضروري نحضرها. نتوما لبسوا الحبيبات ديالكم مزيان من جميع الجوانب. صافي هذا هو شكلهم النهائي، كيجي رائع وراقي. خليوهم يبردوا مزيان مزيان على سطح العمل، عاد ديروهم في بواطه اولا في علبه محكمه الاغلاق مزيان. ديروا لها واحد الكيس بلاستيكي من الفوق وكتغطيو عليها الغطاء ديالها. فكرق التخزين ديالها فديروها في الثلاجه، لانها راه كتخسر، خصوصا الا كان عندكم الجو ساخن. فصافي انا غادي نفتح معكم واحده باش تشوفوها معايا. غير ما تنساونيش الا وصلتوا لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم دعموني بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديوهات مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.